لو نفسك تعملي الفطير المشلتت الفلاحي مورق تعديه بالورقه، بسم الله اللهم بارك زي ما انت شايفه كده بالظبط. الفطير المشلتت الفلاحي بتاعنا على اصوله، يعني ما شاء الله. هقول لك كل المعلومات اللي تستفادي منها وتطلعي بالفطير بنفس الشكل ده كده من الفيديو، بس اسمعي معايا الفيديو من الاول للاخر عشان فيه معلومات مهمه. في كل خطوه بنقول معلومه بتستفادي منها وبتطلع لك النتيجه الجميله دي. ما شاء الله اللهم بارك، زي الرقاق بالظبط واحلى من الرقاق كمان. وفطير بجد بجد انا مش بشكر فيه لحاجه، لا انا بشكر فيه لانك انت هتطلع بمعلومات من الفيديو ما شاء الله اللهم بارك ممتازه قوي، وهتطلع مستفاده منه باذن الله. بس طبعا خلي بالك من الخطوات اللي احنا بنمشي فيها علشان تطلعي النتيجه دي. اللي بتقولي بيطلع ناشف او معضم او ورقه تخين او القاع من تحت مش حلو او مش مظبوطه او مش ما بعدوش ورقه او بقى ورق تخين قوي او مش مظبوط معايا، او كل الكلام ده كله ان شاء الله نعالجه في الفيديو. تعالوا نسمي بالله ونصلي على الحبيب المصطفى ونبدا الفيديو بتاعنا من البدايه. عندنا هنا من البدايه 2 كيلو من الدقيق، يعني الفطيره اللي انت شفتيها في الصينيه دي الواحده فيهم واخده كيلو دقيق، دقيق زيرو من متعدد الاستخدامات من بتاع المحلات. هعاير هنا لكل كيلو دقيق 4 مجات من الميه، بس مش هحطهم على الدقيق، هخليهم لوحديهم وادوب فيهم الملح والسكر والخل. وبعد كده هبدا انزل بمج المج اللي انا معايره بيه النهارده، المج المعياري. تمام كده، تمام كده. نزلت بمعلقتين من الخل لكل كيلو دقيق، معلقه من الخل. وهنزل برضو لكل كيلو دقيق بنص معلقه من الملح، ملح الطعام العادي خالص. اهم حاجه ان انا ادوب، دي معلقه كبيره قوي حاولت ان انا انقصها، هحط معايا نصين من الملح. تمام كده بس. وانا بقى بحب احياءه عالي سنه فهاخد ذره كمان، يعني انت حط لكل كيلو نص معلقه بس من الملح، انا بحب احياءه عالي شويه فحطيت ذره الملح الزياده دي. عندي هنا بقى لكل كيلو دقيق بحط 3 معالق من السكر، هو المظبوط المفروض معلقتين، بس انا بحب احط 3 معالق لان انا بحب اكله كده من غير اي حاجه خالص معاه. فانت على حسب ما بتحبي، هتاكلي معاه عسل حطي معلقتين بس من السكر، بتحبي زي حالتي كده لوحدي مع الشاي حطي 3 معالق بيبقى طعمه جميل وبيتاكل لوحدي. دوبت الملح مع الميه مع السكر مع الخل، دوبته كويس قوي لغايه ما اتاكدت ان كل حاجه دابت معايا كويس علشان الفطيره بتاعتي تطلع طعمها جميل. وهنزل بالميه بتاعتي بالتدريج كده على ال2 كيلو دقيق بتوعي. يعني لو انت هتعجني كيلو واحد من الدقيق هتحطي 4 مجات من الميه، هتحطي نص معلقه من السكر، نص معلقه من الملح قصدي اسفه، وهتحطي معلقتين من السكر او 3 على حسب ذوقك انت في الاكل. اما الزيت اللي جنبي ده بلم بيه العجينه الاخر علشان تديك النعومه والطراوه والحاجات الحلوه قوي اللي انت شفتيها في اول الفيديو دي. عندي هنا بقى كده بلم العجينه بتاعتي، لميتها بنفس الشكل، انا مش عايزاها تبقى يابسه قوي ومش عايزاها في نفس الوقت تكون طريه سايحه معايا قوي. فاض معايا حوالي اقل من نص المج من ال8 مجات من الميه، يبقى كده الكيلو معايا اخد معايا 4 مجات الا معلقتين او 3 معالق بس. تمام، كل كيلو دقيق ليه حسب سوائل الشكل. عجنت العجينه بتاعتي كويس ولتتها كويس وخلعه من ايدي والدنيا تمام، بس فيها سن التلزيقه. في الوقت ده بحب احط لكل كيلو دقيق معلقتين من الزيت، معلقتين مش معلقه. ليه بقى؟ الزيت ده بيخليه ليه نعومه وطراوه وبيخلي العجينه ملمسها ممتاز معاكي بعد ما بترتاح زي ما هقولك دلوقتي. وخاصيه العجينه عندنا لازم نريح العجين بعد العجن وبعد الفرد كمان، لازم دول ان ما كنتيش تريحي العجينه بعد العجن وبعد الفرد كمان في المراحل اللي جايه هقولك عليها، العجين بتاعنا مش هيطلع مظبوط او الفطير بتاعنا مش هيطلع مظبوط. ازاي بقى؟ هتطلع الورقه بتاعتي حته تخينه وحته رقيقه، مش مورق كويس، الورقه بتاعته مش زي ما شفتيها في اول الفيديو، كل الكلام ده كده. تمام، خلصت العجينه بتاعتي وهسترها برضو بحبه من الزيت علشان ما تنشفش معايا، وهغطيها بالطبق او بالصينيه او بكيس بلاستيك حوالي نص ساعه. انا بغطيها مش عشان تخمر، لا انا بغطيها عشان ترتاح واجي القاها بنفس الشكل اللي انت شايفاه ده كده. في الوقت ده الزيت عندي مدي نعومه حلوه قوي للعجينه بتاعتي، وكمان الزيت اللي انا غطيت بيه من على الوش مديها نعومه وطراوه من على الوش. في الوقت نفسه مش بحب يبس العجينه قوي، لو يبست العجينه قوي ما بتبقاش مورقه معايا من القلب، فهمتوني؟ عجينه الفطير ما بنيبسهاش قوي، مش بنخلي العجينه يابسه قوي، لا بنخليها فيها سن التلزيقه. وبعد كده معلقتين الزيت بتوعي بيخلعوها من الطبق ومن ايدي. شايفه العجينه بتاعتي اللته بتاعتها والارتياح بتاعها جاب لها عرق جامد قوي. جبت حته صينيه او الرخام عندي ومسحتها بمسحه زيت، ومسحت ايدي كمان بمسحه زيت، وبعد كده بدات اقطع بنفس الشكل اللي انت شايفاه ده. انا ليه بقطع بنفس الشكل ده؟ ايدي ميزان، يعني ايدي مش شرط ان ميزان بتوزن، ايدي ميزان. معنى عندنا هنا في الفلاحين بنقول ايه؟ عينك ميزان وايدك ميزان.
عينك مثلا تشوف الرغيف، مش شرط ان انا اوزن كل الرغيفه عندي او كل الفطيره عندي او كل الرقاق، لا هي عيني ميزان، يعني بتوريني القطعه شكلها عامل ازاي، فبكمل بنفس الشكل ده كده، ونفس المنهج ده كده بتكملي تقطيع بقيه العجينه كلها. باخد القطعه زي ما انت شايفه وببل ملمسها من فوق من الزيت، وببدا اخد كوره كوره من بين صوابعي بنفس الشكل علشان اتاكد ان كل القطع بتاعتي قطعه واحده. في الوقت ده بقى ايه اللي بيظبط معايا؟ لو انا الصينيه بتاعتي اللي انا هفرد عليها صينيه كبيره، بقطع القطعه كبيره عادي. لو الصينيه بتاعتي صغننه بصغر القطع قوي، بخليها 10 جرام 20 جرام 30 جرام 40 جرام على حسب الصينيه اللي انت هتفردي عليها. ولو عايزه اي سؤال اكتبيه في التعليقات وانا من عينيا لكم حاضر. قطعت العجينه بتاعتي وبليت وشها من فوق زيت، وطبعا الصينيه من تحت زيت، وبلها كويس زيت علشان العجين ما يروحش لبعضيه، وغطيتها بكيس بلاستيك. هسيبها 5 دقايق بس، وبقيت بالشكل الجميل ده. ال5 دقايق دول كنت انا جبت السمنه بتاعتي، عندي السمنه هنا بتاعتي حاطه خلطه 3، انت برضو حسب ذوقك، بس الخلطه اللي انا خلطها دي بجد بتطلع لك النتيجه ممتازه وحلوه قوي. السمنه اللي انا حطاها دي اللي هي السمنه بتاعت المحلات اللي هي القوالب. انت لو عندك سمنه بلدي في البيت بقري او جاموسي طبعا هتبقى جميله، وسمنه من العادي خالص من الصفايح عادي خالص، ومحدش يقول لي انت كده بوظتي السمنه البلدي او الفرن او الكلام ده، لا كل واحد حسب ذوقه. وزي ما انتوا شفتوا طعمها جميل، شكلها جميل، وطعمها احلى من شكلها كمان اقسم بالله. بس كده حطيت برضو كميه من الزيت على كميه من السمنه العاديه على كميه من السمنه البلدي لو عندك، تمام، بقري او جمسي مش هتفرق، المهم الطعم في الاخر. جيت بقى جبت الصينيه بتاعتي اللي انا هفرد عليها، مسحتها مسحه زيت زي ما انت شايفه، والعجينه بتاعتي انها مرتاحه بسم الله اللهم بارك، بتجري تحت ايديكي، مش محتاجه اصلا دوس منك انت ولا فرد. ودهنت كمان الصينيه اللي انا هسوي عليها، دهنت دهنه برضو من السمنه، انما انا وانا بفرد على زيت مش بفرد على سمنه. تمام كده، اللهم ارزقنا من واسع فضلك يا رب، اللهم امين، احنا وانتوا الجميع. هبدأ بقى بنفس الشكل كده، اللي انا هفردها هدهن بينها وبين التانية دهنة سمنة. الدهنة من الزبدة اللي انا عندي دي او السمنة اللي عندي دي تعتبر مش زبدة، يعتبر سمنة، لان انا فكاها، يعني فكيتها بس على البوتاجاز كده ما خلتهاش سخنت. اهم حاجة ان السمنة عندي ما تكونش سخنة وقت الفرد، لان انا لو هسخنها وقت الفرد وهدهن بيها الرقاقة بين الرقاقة والرقاقة او الورقة والورقة هتسلقها لي ومش هيورق معايا. تمام، السمنة تكون يعني دافيه دفيان العين واقل من دفيان العين، ولو عرفت تجيبيها سايحه بس مش سخنه يبقى افضل، لان كل ما السمنه بتكون سخنه معاكي وانت بتورق بيها ورق الفطير طبعا بيطلع مسلوق معاكي، وبتلاقيه من القعر تحت اول ورقتين مش مفرودين في الصينيه، لانهم طبعا بيكونوا مسلوقين من السمنه السخنه. خلوا بالكم من الحته دي. وفي الوقت نفسه انا مش عايزاها تكون مجمده قوي السمنه معايا، علشان خاطر ما تخليش الفطير ياخد معايا سمنه بزياده ويبقى تقيل وقت الاكل. تمام كده، اللهم ارزقنا من واسع فضلك يا رب، اللهم امين. بكمل بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، كل ورقه بين الورقه والورقه بدهنه سمنه بايديا، مش مستاهله فرشه ولا حاجه، انا جنب الفرشه ايوه، بس بيني وبينكم انا بحب اشتغل بايدي لان ايدي ميزان زي ما قلت لكم. بحاول ان انا كل الورق نفس الدهنه، يعني مش بخلي ورقه دهنه كتير ودهنه قليل، وبعدين ايدي بتوزع السمنه كويس على الفطير عندي، يعني ورق الفطير، فبتخلي ورق الفطير كله مدهون بالسمنه، فبيطلع مورق معايا زي ما شفتوا كده بالظبط. كملت بقيه الفطيره عندي ما شاء الله اللهم بارك، واخده حوالي 24 او 25 ورقه، لان الصينيه اللي عندي دي صينيه كبيره، دي مش صينيه طقم، لا دي صينيه انا جايباهم كده بالواحده، زي الصيجان اللي بنجيبها المربع دي، بس دول مدورين، انا جايباهم مخصوص للفطير وللقرص الفلاحي زي ما بتشوفونا بنطيب على القناه مع بعضينا. اللهم رزقنا من واسع فضلك يا رب، اللهم امين. بس كده بكمل بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، ودي كانت اخر ورقه يعتبر، وخلاص على كده هغطي دي بقى. بس قبل ما اغطيها هنعمل ايه بقى؟ هجيب بس اخر ورقه معايا، وبعد كده انا اسماهم وعداهم ومعلماهم بينهم وبين بعضيهم. ال2 كيلو قطعوا عندي حوالي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، حوالي من 45 ل50 قطعه، يعني الكيلو قطع معايا حوالي 25 واحدة. انت عايري ال25 ان شاء الله، لو هتحطي العجينة الكيلو على الرخامة وقطعي بالسكينة، وبعد كده كوري، ما يهمكيش خالص اي شكل تقطعي بيه، المهم محبتك في الحاجة بتطلع جميلة. بس كده، وحبيت ان انا اوريكم اخر ورقتين علشان انا بحب دايما اخلي اخر ورقتين عندي يكونوا كبار. ليه؟ علشان يلموا الفطيره كلها من فوق، ولما افردهم ما يتقطعوش معايا، وتبقى وش الفطيره عندي ملموم وفي الوقت نفسه مش مقطع. شايفين انا باخد الحرف ازاي؟ مش بدخل اكتر من كده. تمام. بس ليه بقى الحته دي؟ علشان وش الفطيره عندي يبقى مظبوط ومظبط كده وحلو وشكله جميل، وفي السوا برضو بيبقى ما شاء الله اللهم بارك مديني لون جميل زي ما شفتوا كده.
بس هي دي اللمه الاخيره، وحاولت ان انا اقرب لكم دي علشان خاطر تاخدوا بالكم من الشكل. هسيبها بقى كده ترتاح جنبي عبال ما نعمل الفطيره التانية. تمام، بس كده هركنها بقى جنبي. وطبعا في الوقت ده مش عايزه اغطيها بكيس بلاستيك، لان الكيس البلاستيك هياخد وش السمنه بتاعي كله، وانا عشان كده مش عايزه اغطيها. سواء عندك صينيه بقى حطي عليها صينيه هيبقى افضل، والصينيه تكون عاليه علشان ما تاخدش وش السمنه بتاع الفطيره عندك. يبقى انت كده اللي دهناهم عليها راحوا مع الكيس، حرام، او قماشه يعني حرام يعني. تمام، بس كده الصينيتين اللي انا كنت بقطع عليهم دول هم دول غطيت بيهم الصواني بتاعتي. بس بعد ما هنخلص الحته دي هوريكي واقول لك انا غطيتهم ليه. دي طبعا باقي كده 2. بخلي برضو زي ما قلت لكم اخر رقتين لازم يكونوا كبار علشان يلموا لي الفطيره كلها من فوق وتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دهنه من الزيت، بفرد على زيت وبورق بالسمنه. تمام، السمنه اللي انا مورق بيها تاني 3 اشكال مشكله بيهم. سمنه من القالب بتاعه المحلات او السمنه البلدي، بتعادل السمنه البلدي بقى طبعا شويه، لان انا ما كانش بصراحه عندي متوفر سمنه بلدي في الفريزر. بس كده، وبحط عليها معلقتين من السمنه العاديه بتاعتنا بتاعه الطبيخ العاديه، وبحط عليها معلقتين من الزيت. تمام، الفطيره بتاخد حوالي مج حلو كده، وانا بحب اديها مج ونص علشان بحب سمنته بتكون حلوه، بيكون فطير مشلتت حلو، ما بيكونش ناشف كده زي بتاع المحلات. بس كده ختمت الفطيره عندي والدنيا تمام. وهجيب برضو شويه سمنه اقفل بهم وش الفطيره، بس مش دلوقتي، لما اجي افردها. هسيبها ترتاح الوقت ده كده حوالي ربع ساعه، ومعاكي نص ساعه كمان مش هيجرى لها حاجه. تمام، طالما مورقاها كويس بسمنه كويس مش هيجرى لها اي حاجه خالص. انا طبعا بوريكي انت ممكن تفردي دلوقتي هتيجي معوجه معاكي والقاع بتاعها من تحت مش هيبقى مظبوط، لا بنسيبها خالص لما ترتاح وبعد كده بنبدا نفرد. بس في الوقت اللي انا هسيبها فيه ده لازم اغطيها بصينيه او صينيه عاليه علشان خاطر ما تنشفش مني من على الوش، واجي افردها الاقيها مشققه من على الوش وشكلها مش حلو. عملت نفس الدمجه برضو بتاعت السمنه 3 برضو على بعضيهم. الزيت بيديني لون جميل لوش الفطيره، واهم حاجه يكون زيت نظيف تشتغلي بيه علشان ما يديكيش ريحه مش حلوه في الفطيره ويضيع لك ريحه السمنه البلدي. بس كده، وبتبداي بقى برضو نفس الشكل كده، باخد بقى بايديا كده وببدا وانا بدوس ايدي مدهونه من السمنه، وبدوس من النص لبره علشان وسط الفطيره من تحت ما يفضلش معايا في الصينيه، لا انا بدوس من النص لبره بالعجينه كلها، ما يهمكيش خالص. كل ما بتوسع الفطيره كل ما بتبقى مورقه معاكي جميل، كل ما بتخلي الفطيره ضيقه كل ما بتبقى ورقتها تخينه من جوه وما بتبقاش مورقه. شويه السمنه اللي على الوش دول بقى هم العز كله بتاع الفطير. ما شاء الله اللهم بارك، يدوكي لون جميل للفطيره، شكل جميل للفطيره. في ناس بتحب تحط على وشه قشطه، بس انا مش بحب احط قشطه لانها بتتحرق على الوش حرام. السمنه بتكون جميله برضو ومدياني لون اجمل من بتاع القشطه كمان. القشطه بيتحرق من على الوش وبيكون شكلها مش حلو. لو انت عايزه بقى بعد ما تسويه تقليب القشطه بيبقى جميل. وانا حبينا ناخد صوره لان كان شكلهم جميل. يلا تعالوا بقى عند الفرن. جيت عند الفرن ولعته من الجنبين ومن تحت وسخنته كويس قوي الاول، وبعد كده هديت بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هديت من الجوانب بنفس الشكل، اما من تحت فوق المتوسط. تمام، طيب ودخلت الفطيره عندي، وساعه ما بدخلها ما بديرهاش خالص قبل ما تقب. طيب انا ما قبتش معايا موسف وهتتحرق، ما انا بدايرها برضو، انت هتدايريها بقى. بس انا بسيبها هنا ليه بقى؟ في الوقت ده لو الفطيره دفت معايا او سخنت معايا في الفرن وديرتها بتكش على بعضيها، فهمتوني؟ فما بتقبش معايا. انا لما بدخلها كده واظبط الصينيه حلوه قوي واقفل عليها الباب حوالي 3 دقايق او دقيقتين بتطلع بنفس الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجه تدخل على فرن ساخن حلو مسخناه كويس، وبعد كده هي مرتاحه كويس بعد ما فردتيها. تمام، بس كده هدخل بقى الفطيره تاخد نفس الشكل اللي انتوا شايفينه من الحته من الجنب دي، بس هديها كلها نفس اللون. بداير بس بالراحه خالص علشان ما تفشش مني. طالما الفطيره قبت معاكي اتاكدي 1,000,000% و2 مليون في المية كمان انها تطلع مرقه معاكي وجميله. اجمل فطير اللي بيقب معانا ده، ما شاء الله اللهم بارك، بيكون حلو قوي. استخدموا الطريقه دي وخلوا بالكم من المعلومات اللي بنقولها في الفيديوهات. ما تمشوش الفيديو علشان الوقت الباقه وتيجي تعملي انت الفطير يبوظ معاكي. يبقى انت كده الدقيقتين 3 اللي انت فوتيهم من الفيديو ممكن تكون فيهم معلومه مهمه ليكي والفطيره تبوظ منك بسبب المعلومه اللي انت سبتيها. خلوا بالكم من الحاجات دي لان بنقول معلومات قليله او بسيطه بس بتستفادي انت منها. دخلتها وقفلت عليها باب الفرن ودايرتها برضو كل دقيقه بدخلها ودايرها زي نفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني انا بدخلها الفرن وبطلعها ثانيه واديرها وادخلها تاني، ثانيه واديرها وادخلها تاني. وما شاء الله اللهم بارك، الفيديو ده ممتاز، يستاهل لايك منكم حلو ويستاهل ترند من اليوتيوب او من الفيس حسب ما ينزل.
تمام كده. بس كده باخد بقى من السمنه اللي نازله حواليها دي، بتكون سمنه بلدي انت عاملاه مثلا بسمنه بلدي، فبتاخدي منه بنفس الشكل كده وتدهن الوش، بيديكي نفس اللمعه اللي انت شايفاها في الفطيره دي. وما شاء الله اللهم بارك. لو انت عازمه ضيوف بقى او مديه لحد، او بتدي لجيرانك، او بتدي مثلا لوالدتك او لاخواتك، بتبقى حاجه جميله ومعموله من القلب، بيكون طعمها جميل. والفطير المشلتت خلوا بالكم من المعلومات علشان تاخدي معلومه تظبط معاكي الفطير. بس كده بنفس الشكل كده. لو انت مش عايزه السمن تقيل، باخد كل السمن ده بالمعلقه، لان الفطيره لو قعدت في الصينيه دي بتشرب كل السمن اللي حواليها. لو انت بتحبي سمنه قليله، هتعوج الصينيه شويه، وكل السمن اللي هتركن على جنب شيليها بالمعلقه في طبق، وبعد كده يبقى شيليها خالص من الفطيره. تمام. طلعنا الفطيره الاولى ودخلنا برضو الفطيره الثانيه، وهنتكلم برضو شويه حلوين كده هنا برضو على تسويه الفطير في المرحله دي. في الوقت ده الفطيره الثانيه بيكون الفرن سخن زياده، فبهدي النار اقل من الجوانب، اما من تحت بيفضل زي ما هو، لان سمك الصينيه عندي سمك تخين. خلوا بالكم من الحته دي. لو انت ما عندكيش فرن نفس الفرن ده، هتسويها في فرن المطبخ العادي، تولعي النار من تحت على اعلى حاجه، وتدخلي الفطيره عندك وتقفلي الباب دقيقتين 3 تطلعيها. لو طلعت برضو قبه وجميله، بتقعدي تدايري فيها لغايه ما تاخد اللون الجميل اللي انت شايفاه ده كده. والفطير عندنا استوى وما شاء الله اللهم بارك. هناكل بقى النهارده فطير. كل سنه وانتم طيبين. رمضان عدى على خير، والعيد جه كمان، وكلنا كحك وبسكوت وكل حاجه. كل سنه والناس كلها طيبين يا رب. ربنا ان شاء الله كده ما يقطع لناش عاده. وقلنا بقى نعمل النهارده فطير حلو كده، نرجع بقى الايام الجميله بتاعه الفطير والحاجات الحلوه دي. وتعالي بقى كده نشوف الفطير بتاعنا. بسم الله اللهم بارك، بسم الله اللهم بارك. حاجه كده جميله، ورقه ورقه، الاطراف بتاعته مش محروقه، بالعكس دي بتدي مقرمشه جميله قوي وانت بتاكليها. الورق تعديه. تعالي هنقطع برضو مع بعضينا الفطيره واوريك النتيجه. وما شاء الله اللهم بارك. بس بالله عليكي لو عجبك الفطير ما تنسيش الفيديو بلايك منك، علشان اليوتيوب يرفع لي الفيديو وغيرك يستفاد وانا كمان استفاد. تمام كده. انت حبايب قلب ربنا ما يحرمني منكم ابدا. تعالوا بقى هنا كده عند الفطيره اللي احنا قطعناها. ما شاء الله اللهم بارك. تاكليه وتاكلي صوابعك ورا بالف صحه وهنا. يعني انت لو عملتيه وضيوف عندك او مديه لحد، عمرهم ما يجيبوا فيه غلطه. امشي على الطريقه اللي انا قايله لك عليها دي، وسمنته جميله وهو جميل وطعمه زي العسل. كليه زي ما انت عايزاه. عايزه تاكلي بجبنه قديمه، عايزه تاكلي بمش، عايزه تاكلي بجبنه بيضه، عايزه تاكلي بجبنه تلاجة، عايزه تاكلي بعسل، عايزه تاكلي بعسل نحل، اللي انت عايزاه. ما شاء الله اللهم بارك. ماشي مع كله. انا عن نفسي باكله حف كده من غير حاجه، وبحبه برضه بالعسل بيبقى جميل. تسلموا لي يا قلبي، وربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. لايك بقى حلو كده للفيديو، وشير طبعا لو عجبك، وتعليق جميل منك حلو كده زيك يا قمر انتي. تمام. وما شاء الله انا حابه بس اوريكي من جماله الفطير، حابه اوريكي ايه الشطاره اللي فيه وجميل. وما شاء الله اللهم بارك. تعديه بالورقه، يعني تعدي، تقدري تعدي ال20 ورقه ولا ال15 ورقه ولا ال25 ورقه، ورقه ورقه. اللي على الوش ده زي الجلاش. التانية دي احلى من دي. ليه؟ لانها ارتاحت اكتر. تمام. هتطلع اجمل من دي كمان لانها ارتاحت اكتر. شايفه الورق بتاعنا ما شاء الله، اقول لك زي ورق السجاير، بس لا، ده ورق نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. تعيشي وتعملي احلى حاجه لاولادك، وتعيشي وتعملي اغلى حاجه لبيتك ولزوجك ولاولادك. وربنا ان شاء الله يرزقنا كلنا الخير ويطعمنا الخير. واشوفكم ان شاء الله كده في فيديو جديد. دمتم بخير وصحه وسعاده وسلامه حبايب قلبي. مع السلامه.